أهلا بكل مشاهدينا والصالون الثقافي. بعد ثورة 25 يناير صدرت مجموعة كبيرة جدا من صحف وأيضا مواقع إلكترونية تصدر أخبار بدون أي ضوابط، فيها الكثير من المغالطة والكذب والشائعات. كيف نتصدى لهذه الظاهرة؟ أو كيف على الأقل نقنن لها؟ أهلا بكم معنا والصالون الثقافي وباقة ونخبة من المفكرين والمتخصصين في هذا المجال. رحبوا معايا بضيوفي في الصالون النهارده دكتورة أسماء الجيوشي، أستاذ الإعلام جامعة المنصورة ومدير المركز الإعلامي بالجامعة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. دكتورة عصام أمين، المنسق العام للنقابة العامة للإعلام الإلكتروني. أهلا بحضرتك. يا فندم. ازي حضرتك؟ الكاتب الصحفي الأستاذ علاء الحلواني. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ شمال. دكتورة أسماء، البداية مع حضرتك وعايزة أقول إلى أي مدى ممكن شائعات أو أخبار كاذبة مغلوطة تساهم في خلق بلبلة في المجتمع المصري؟ يعني احنا مش عايزين نقول ان هي تساهم بس في خلق بالبلد، هي ممكن تفجر ثوره وثوره مضاده، ممكن تؤدي الى التحريض على العنف، وما نراه فعلا في الواقع المجتمع المصري بل والمجتمع العربي كله، ان اصبحت الان هناك طرف خفي دائما موجود يفجر الكثير من الاحداث المختلقه المضلله، يستطيع ان يخترق وعي المواطن لكي يصل به الى مرحله من عدم التفكير في كيف يمكن ان يكون رد الفعل المضاد لهذه الاحداث. الشائعات خلقت فريق آخر لا يستطيع أن يفكر، يستمع فقط ثم ينفذ، نوع من الأتباع النفسيين الذين يختلقوا مجموعة من الأحداث يسيروا وراءها بلا أي تحقق. عبء كبير جدا من ما يترتب على هذه الأفعال على من ينشر المعلومة في البداية، لأن مصدر المعلومة هو الذي يحدد كيف يمكن أن يكون رد الفعل تجاه هذه المعلومة، كيف يمكن أن تترجم المعلومة من مجرد كلمات أو من مجموعة من الفيديوهات إلى رد فعل على الواقع. كيف يتحول الإنسان في هذه المرحلة من متلقي للمعلومة إلى آلة تنفذ ما يمكن أن تتضمنه هذه الشائعة من أفعال مضادة ومن هجوم على الآخر، من عدم احترام للثقافة، من مختلف الأفعال التي يدينها المجتمع والقانون بشكل عام. الشائعات في هذه المرحلة أصبحت خصبة للغاية، أصبحت كثيرة ومتنوعة، لم تترك مجال لم تتطرق إليه، وأصبحت الأرض الإعلامية بكل دخلائها يستطيعون أن يلعبوا في هذه المنطقة لكي يصبح المرمى الهدف هو عقل المواطن الذي ربما لم يصل بعد، على الرغم من ارتفاع درجة الوعي المجتمعي في مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي، ولكنه لم يصل إلى الآن إلى مرحلة كيف يمكن أن يحمي نفسه من هذه الشائعات، كيف يمكن أن يختار المصادر الصادقة والمصادر المضللة. وتبقى المسؤولية الكبرى على من يطلق المعلومة وعلى من لا يصححها، لأن هناك حق الرد والتصحيح الذي ربما يوجد في الوسائل التقليدية ولكنه لا يوجد في الوسائل الإلكترونية بالشكل القانوني الذي يمكن أن يكفل فعلا حق الحقيقة، لأن الحقيقة هي أولى ضحايا الحرب النفسية التي تمارسها الكثير من المواقع الإلكترونية والصحف الإلكترونية التي ربما تسعى وراء الإثارة والشهرة والكثير من الإعلانات لكي يزيد تمويلها على حساب وعي المواطن وعلى حساب الرؤية الحقيقية للأحداث. الحقيقة بحييكي لأنك فجرتي أكتر من نقطة في هذه المقولات المختصرة ولكن القيمة في نفس الوقت. يمكن شائعة تساهم في خلق حكايات مغلوطة، حكايات فيها حرب نفسية، وموضوعات ممكن تساهم في خلق بلبلة في المجتمع المصري، تعوق الإنتاج، تعوق العمل، تعوق السلام النفسي والأمني والمجتمعي. عشان كده أتوجه بسؤال دكتور عصام. دكتور عصام، حضرتك يعني منوط بيك الاهتمام بالتنسيق في هذا المجال، مجال نقابة تهتم بهذه القضية بصفة خاصة. طيب حضرتك شايف إنه أي حد عنده قدرة أو الصلاحية إنه هو يساهم أو يشارك في إنه يخلق محطة أو صحيفة أو موقع إلكتروني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا يعني اتفق مع ما جاء من كلام الدكتوره، ولكن من هذا انشئت النقابه. احنا انشانا النقابه لان كان لابد من تقنين المواقع الالكترونيه وما اسهمت فيه لحد ما، وان بالفعل الموضوع الاعلام الورقي بدا يندثر، لان الكل فينا دلوقتي من فينا لا يلجا الى النت وما حواليه من مواقع، او حتى على الموبايل بتجيلك رسائل تبعت لهم ويبعتوا لك رسائل مثلا بحصل كذا والاحداث الجايه كذا، وبالذات الشباب اللي هم مجال ومناخ خاص باي شائعه. هم اللي عملوا الفيسبوك. هم الفيسبوك اصلا
ثوره الفيسبوك بدات امتى؟ 25 يناير. وعشان كده احنا تفاعلنا معاها في بعديها ب4 شهور تقريبا 20/7/2011 وبدات الفكره. وبعدين بلورنا الفكره في 2012 كنقابه عامه، تبقى نقابه عامه مهنيه بنحاول من خلالها استيعاب بعض الشباب اللي هو بدل ما يلجأ الى المقاهي او النت فقط او المواقع وارسال، لا احنا بندور على المواهب اللي فيهم اللي ممكن تفيد المجتمع وتفيد نفسه كمان، وبنحاول نأهلهم ونديهم مهنه حقيقيه الا وهي مهنه محرر، كتابه بطاقه محرر. وبنحاول نقنن كمان من خلال النقابه زي ما اتفضلت الدكتوره، ان احنا نقنن الاعلام بوجه عام وبخاصه المواقع الالكترونيه. المواقع الالكترونيه ما شابهها من مشاكل كثيره، وخصوصا في الاخبار المفبركه والاخبار المغلوطه، وفجاه يجي لك يقول لك مثلا تم القبض على كذا وهو ما حصلش، تم في مشكله كذا وهو ما حصلش. يمكن بعض الجرايد والجرايد الكبيره جدا بدات باخبار مفبركه، انا مش لن اذكر للاسف دي حقيقه، بدات باخبار مفبركه بحيث ان هي تجذب كثير من الناس وتعمل نسبه مشاهده عاليه ونسبه اقبال عالي، وبالفعل هي نجحت في هذا. وللاسف علاج اي خبر كاذب او مغلوط بيكون علاجه صعب جدا جدا، لانه انت حضرتك انت مين هيحاسب المواقع دي؟ مين هيقوم بمحاسبتها؟ مين هيقوم برفع دعاوى قضائيه عليها في حاله الاشاعات اللي هي المضره بالفعل؟ من اجل هذا حاولنا في النقابه ان يكون هناك تقنين ويكون نقابه عامه، بحيث ان هو بنحاول طبعا من الجهات المعنيه ان المواقع دي تاخد تراخيص. التراخيص دي من خلال النقابه، بحيث وفي نفس الوقت كمان تبقى في شهادات معتمده لبعض المحررين اللي هم شغالين في المواقع ان هم دول مؤهلين وعلى درجه كافيه بالتعاون. احنا على فكره بنقوم بالتعاون مع بعض الجامعات زي جامعه القاهره وجامعه النهضه على وجه الخصوص، وجامعه عين شمس وجامعه الازهر واقسام الاعلام فيهم باعطاء دورات من دكاتره اعلام. ويمكن هنا كنت عاوز اشيد بالدكتور محمد وهداني، يمكن ما اعرفش حضرتك تعرفه ولا لا، فعلا بشيد بمجهوده في الفتره دي، لانه هو ساعدنا بالفعل في ان هو بعض الدورات تتم من خلاله، بما انه لانه هو استاذ ورئيس قسم الاعلام بجامعه الازهر. والدكتور صديق عفيفي ساعدنا، والاستاذ مكرم محمد احمد ساعدنا فعلا في انشاء هذه النقابه. يعني وكل من كان له فضل في مساعدتنا في هذه الفتره بعد ثوره 25 يناير بالفعل ساعدونا كثيرا، ومن خلالها بنحاول نقنن. ولكن المشكله الحقيقيه في الجهات المعنيه، الجهات المعنيه الحكومه على وجه الاساس ان هي ما بتساعدش، ان المواقع دي ممنوع اللي تفتح موقع او تشتغل من خلال الموقع الا لما تاخد ترخيص رسمي. طب اسمح لي هرجع مره ثانيه لموضوع دور الحكومه في تقنين هذه الظاهره السلبيه، وهتكلم مع استاذ علاء وحضرتك صحفي كبير. دور الصحفيين في مواجهه هذه الظاهره ودور الدوله ودور المواطن البسيط، اكيد كل واحد يتحرك على محور مختلف لكن الكل بيكمل بعضه. والله بص يا فندم، الاول في البدايه بس احنا عايزين نفرق بين الصحافه المهنيه اللي بتقوم على الاحتراف وبين صحافه الهوايه. انا ما عنديش مانع ان كل الناس تشتغل وكل الناس تعبر عن ارائها بحريه تامه، بس لابد ان انا اضع في الحسبان الحريات عندنا مكفوله للجميع زي احنا بنقول، بس يبقى في حريه ملتزمه. الحريه الملتزمه اللي بتحافظ على انضباط المجتمع وقواعده، ما تساعدش على نشر شائعات، ما تساعدش على تفجير اوضاع داخليه خاصه في الوقت الحالي اللي احنا بنعيشه، وما يتبع ذلك من شائعات ممكن بتدمر المجتمع ككل، ممكن بتؤدي الى فوضى خلاقه زي اللي احنا شايفينها النهارده. اي حد بيطلع بيتكلم او اي معلومه بتطلع على النت، في ناس كتيره جدا بتصدقها، بتنتشر نتيجه للتقنيه والامكانيات العاليه اللي موجوده على في هذا المجال، خاصه النهارده في حاجات بتطلع سواء مدبلجه او مصوره او الحاجات دي كلها. فانا عندي النهارده لابد ان انا اعمل حاجه. انا لو في النقابات اللي هي عايزه النقابات المشهره او غير مشهره، النهارده المفروض اللي عايز ينشئ صحيفه، احنا لابد ان احنا نفرق بين حاجتين. الحاجه الاولى ان هي الصحافه المهنيه الملتزمه. الصحافه المهنيه اللي هي بتكون صحف معترف بيها من قبل الدوله، صحف بتكون لها قواعد
وضوابط، اللي بيخطئ بيعاقب، وده بيكون يعني ليه يعني متوازن في الصحف الورقيه اكثر من مواقع النت، لان المواقع الالكترونيه كلها يعني ما بقدرش احاسب اللي بيخطئ او بيروج اشاعه، عكس الصحف الورقيه. انا المواقع وبعدين في لابد ان انا افرق بين حاجتين كمان. يعني الحاجه الاولى ان انا يكون عندي في صحيفه، يعني مثلا كل المؤسسات عندهم مواقع للصحف بتاعتهم وبوابات الكترونيه. البوابه كمان بيبقى حاجه منفصله عن الصحيفه، بتنشر الخبر اول باول علشان تواكب الاحداث اللي هي بتتنشر على المواقع الالكترونيه. الصحافه عكس بقى، انا لما يبقى عندي مدونه، اي حد يطلع يقول يعمل مدونه وعاوز ان هو ينتمي لنقابه الصحفيين او يطالب بحاجه زي كده، طبعا ده شيء مختلف ما ينفعش، لان مواقع النت بعتبرها زي حاجه زي الخواطر او زي الصفحات على الفيسبوك. ما فيهاش توثيق. ما فيش توثيق وما فيش حد هيحاسبنا عنها. يعني انا النهارده لو اخطات، النهارده الخطا ما بيكونش في حق المجتمع، بيكون في حق البلد وفي حق الامن القومي وما يتبع ذلك من ما يتبع ذلك بدون وضع ضوابط تحمي الكيان ده. فانا النهارده لابد ان انا علشان اعمل صحيفه الكترونيه لابد ان هي تاخد موافقه زيها زي الصحيفه الورقيه من المجلس الاعلى للصحافه، يكون القائمين عليها ناس مهنيين، ناس زي الصحيفه الورقيه ما بتاخد موافقه المجلس الاعلى وموافقه كافه الجهات الرسميه. اجيب لها لازم يكون رئيس التحرير حد مهني يطبع يكون عضو في نقابه الصحفيين، رؤساء الاقسام يكونوا كذلك، عكس النهارده ما بنشوفه. يعني انا مثلا النهارده، بس برضه في مواقع محترمه طلعت زي، يعني عشان ما نسميش ويبقى دعايه، في مواقع بتطلع متخصصه بعد كده بتتحول لجرايد، بس دي بتقوم على ان هي اللي بيكونوا المسؤولين عنها بيكونوا مهنيين تابعين اعضاء في نقابه الصحفيين، يسالوا هم اساسا بحسهم عارفين القواعد والضوابط اللي هي بتنظم العمل في داخل هذه المواقع او داخل هذه الصحف اللي هتتحول اللي اتحولت بعد كده لصحف. عكس بقى ان انا هيبقى عندي مدونه، عندي موقع، عندي كده مجموعه من الشباب او مجموعه من مجموعه من الهواه يقوموا يعملوا صحيفه ويطلقوا عليها لفظ صحيفه، وبعد كده بيطالبوا النقابه بان هم ينضموا نقابه الصحفيين. انا ما عنديش مشكله، بس تبقى عليها اشراف مهني ونقابي بيلتزم بكافه الضوابط. طب دكتور عصام كان ليه تعليق؟ فندم، مع احترام الكلام الاستاذ علاء، هو في نقطه مهمه اللي احنا الشباب ده لابد ان نحتضنه. يعني الشباب ده اولادنا واخواتنا وقرايبنا واهلنا، والشباب ده هو اللي قام بثوره 25 يناير على الفيسبوك، فبالتالي كانت على النت. احنا فلازم نحتضن بكل السبل، ما نجيش نقول له ان انت لازم تبقى في نقابه الصحفيين تخش معاه او تكون خريج اعلام او تيجي يبقى المواقع الالكترونيه دي من خلال مجلس نسهل له الامور. ما احنا عملنا النقابه ليه؟ عشان نسهل له بعض الامور. دكتور عصام، ما فيش اي تعارض ما بين احتضان الشباب والتقنين. مظبوط، انا اتفق معاك تماما. يمكن انا قلت لك في الاول احنا بنحاول نقنن المواقع وندي بالفعل فرصه للشباب ان هو يكون معه وظيفه محترمه، الا وهي محرر، مش مجرد بس هي انا كنت معترض على كلام الاستاذ علاء ان هي المواقع دي مش مجرد مدونه. لا دي مواقع ليها رؤساء تحرير بالفعل وليها ناس محترمه وكلها بوابات ليها كيانها. في بعض الاخبار فعلا اللي بتبقى مثلا اوفر شويه او اشاعات او بتبقى فيها مشاكل، ده اللي هنطالب فيه يبقى فيه تقنين، يبقى المواقع دي نعرف نحاسبها من خلال النقابه. ممكن نشيل الترخيص بتاعهم، ممكن كذا، نحاسب المحرر بتاعهم، يبقى في وجه عام اللي احنا من خلاله بنشتغل، وفي وجه من خلال الحكومه. اولا بس في حاجه، ان انا يعني احنا مش ضد ان الناس تبقى تشتغل صحافه او حاجه، ده بالعكس. الهوايه، عايز اقول للدكتور عصام ان الهوايه هي طريق الاحتراف، بس انا اللي بقى طالب بيه ان العمليه تبقى مقننه، لان مش عايز خروج على اداب المهنه وسلوكها. احنا كلنا يعني كلنا اشتغلنا كوافي الاول عشان نبقى ناخد المهنيه وناخد الوضع اللي احنا بقينا فيه، كل الصحفيين كده. وبعدين اصلا كمان الدكتور عصام، القصه مش قصه تخصص بس، كمان القصه قصه مهنيه. الاول شروط نقابه الصحفيين هي شرطين، اللي هي اجاده المهنه والمؤهل العالي. فانا ما عنديش مانع، بس انا بتكلم عن المواقع او الجرايد اللي بتطلع، لابد ان هي تكون ماشيه يعني في الاطار القانوني للدوله اللي بيحافظ على الاداب العامه والاخلاقيات اللي احنا قلنا عليها. يجب ان يكون في الاساس موجود بعد اخلاقي وقيمي، وده سؤال مطروح على دكتوره اسماء وليها اهتمام خاص بهذه القضيه.
اولا لازم يكون في تطور طبيعي ومنطقي للمهنه ومهنه الاعلام. انا بعتبر ان الاعلامي والصحفي على كافه المواقع الالكترونيه والصحف الورقيه والوسائل الاعلاميه المقروءه والمسموعه والمرئيه بالكامل، الاعلامي هو جراح في وجدان الامه. فلا بد ان يكون متسم بالحرفيه العاليه، بالاخلاقيات والمصداقيه، بالقيم والمبادئ التي تحترم عقل ورؤيه كل متلقي. يختلف الجمهور المستهدف من وسيله الى اخرى، ولكن يبقى المعلومه وتبقى الهدف الاساسي والقيمه العليا هي كيف تصل المعلومه الى المشاهد بطريقه تحترم الحقيقه وتحترم العقل وتحترم المنطق وتحترم البعد التنافسي ما بين الوسائل الاعلاميه المصريه في كافه انواعها وما بين الوسائل الاعلام في العالم كله. يوجد دبلومه للاعلاميين الذين يريدون الانتماء الى المهنه من هم خريجي الاعلام، بمعنى ان كل من يرغب في المهنه الجامعات المصريه في اقسام الاعلام وكليات الاعلام تتيح له ان يؤهل اكاديميا ويؤهل علميا من خلال الجامعات المختصه. ايضا توجد نقابه الصحفيين، وتوجد الان في الدستور الجديد الهيئه المستقلة الوطنية للإعلام التي تستطيع أن تضم كل وسائل الإعلام وتشرف عليها قانونيا، تشرف عليها أكاديميا، وتشرف بطريقة مستقلة بعيدة تماما عن التوجهات وبعيدة أيضا عن سيطرة رأس المال والإعلانات، لكي نصل إلى إعلام محترم وإعلام محايد وإعلام يتسم بالموضوعية. ولا يمكن في لحظة ما أن نجعل من هم في صدارة المشهد من غير المؤهلين أو ممن يريدون فقط الحصول على وظيفة، لأن الإعلام ليس وظيفة يمكن أن يمتهنها كل من أرادها. لها مواصفات محددة، لها قيم مهنية وإخبارية وموضوعية بعيدة تماما عن المهن الأخرى التي ربما نستطيع في لحظة ما أن ننقل إليهم المعلومة. هناك فرق كبير جدا بين مندوب ومراسل ومحرر. هناك تصنيف طويل لمن يعملون في الإعلام. مشاهدينا، نلتقي معكم مرة أخرى بعد هذا التقرير عن ميثاق الشرف الإعلامي. منح الحصانة الإعلامية للإعلاميين بحيث الإعلامي يمارس عمله في اطمئنان بعيدا عن أي ضغوط ممكنة، وأيضا توفير الرعاية الكاملة للإعلاميين. لازم أوفر له حرية الحصول على معلومة، أوفر له الأمن النفسي والأمن الاجتماعي والأمن الطبي، إن فقد الشيء يعطيه. لازم الإعلامي يشتغل في جو من الديمقراطية والحرية والاستقرار الوجداني والاجتماعي والنفسي، لأن ده إنسان وينعكس عليه هذا. ميثاق الشرف الإعلامي ده مهم جدا، أن يكون هناك ميثاق شرف إعلامي للإعلاميين حتى يقتضي أو تقتضي أسرة الإعلام اللي بتقدم برنامج أو بتقدم رسالة إعلامية أو خطاب إعلامي، بحيث أن هو يبقى ليه مواصفات خاصة، نتابع المهنية والموضوعية والضمير الإعلامي في طرح القضايا الهامة والخاصة. يجب أن يكون الإعلامي ملتزم بمهنيته، ملتزم بموضوعيته في الطرح للرسالة الإعلامية أو الخطاب الإعلامي. يجب أن يكون هناك يعني مضمون للرسالة الإعلامية، مضمون للخطاب الإعلامي. الرسالة الإعلامية والخطاب الإعلامي بيوجه للأسرة المصرية بكل شرائحها. المصداقيه، ان انا ما الاقيش الخبر النهارده في جريده رسميه مثلا تكون حكوميه، الاقي نفس جريده تانية معارضه بتكذب لي الخبر، او ممكن صحفي يعني هنقول ما فيش ضمير في المهنه بتاعته ممكن يجيب لي خبر من على النت يكون بايت او بقاله اسابيع او بقاله اشهر وينزله لي واقراه، والنهارده اقعد اتحاور هل ده صح، هل ده صادق، هل ده ينفع لبلدي، ينفع لاسرتي، ينفع ان انا اقراه ولا لا. انا بطلب المصداقيه، وبتمنى من ربنا الميثاق الشرفي ما يكونش في الاعلام بس، يكون في جميع مجالاتنا. عايزين ننهض بمصر، مصر ادتنا كتير قوي واحنا بنحب مصر. لو كل واحد اتعامل بضمير واتعامل بميثاق شرفي، بلدنا دي هتبقى احلى بلاد العالم وهتفضل ام الدنيا زي ما بنقول. الإعلاميين المحاكمات بتاعتهم محاكمات مدنية، يجب أن يكون في حصانة للإعلامي عشان ياخد حريته، يبقى في مهنية. ويجب أن الصحفي لم يلاحق زي ما بيحصل المعاناة اللي بيعانيها الصحفي، ما يقدرش يقول رأيه الحقيقي.
انا معظم الصحفيين ما بيقولوش رايهم الحقيقي، لو قالوا سابوهم بحريه يقولوا رايهم الحقيقي مش هيبقى الراي الموجود على الساحه دلوقتي. الاعلاميين ياخدوا رايهم في لجنه ال50. المفروض لجنه ال50 صغيره مش كبيره، المفروض لجنه ال50 مصر بتعمل لها دستور بتولد من جديد، لابد يكون على الاقل 400 500 مش فارقه، مش قضيه. ايه المشكله؟ يبقى في اراء، لكن الوضع اللي حاصل ده مش تمام يعني. دق ناقوس الخطر بان الاعلام المصري عموما بشقيه الخاص والحكومي يتعرض الى هجمه شرسه بسبب بعض الممارسات من بعض الاعلاميين تسيء الى الاعلام، وان الاعلاميين بامكانهم ان يحققوا المعادله بان يصنعوا اعلاما جيدا ومحترما يقود قاطره المجتمع. خاصه الاعلام كان احد اهداف احد الذين الروافد المهمه لثورتي يناير ويونيو، والتي من اجل اقامه دوله ديمقراطيه حديثه، وان الاعلام قادر على ان يقود هذه القاطره بشكل افضل من اجل تحقيق الاستقلال الوطني واعاده العمل والانتاج وتحقيق خدم الوطن. احنا كطلاب اعلام بنطالب بوضع بند في ميثاق الشرف يتيح لنا فرصه التدريب ولو لمده معينه في القنوات والصحف الرسميه. من حقنا هذا نطالب بقانون يحمي الصحفيين والمتدربين من بطش السلطات الحاكمه ونطالب بمحاكمات مدنيه وليست محاكمات عسكريه. دكتورة أسماء اسمحي دلوقتي في تعدي واضح على الإعلام من قبل الإعلان. طبعا هذا الاشتباك كيف يفض وكيف تحل هذه المشكلة في ظل يعني أشياء تحكم الأمر وهي الناحية الاقتصادية؟ هناك قبل الناحية الاقتصادية هناك دائما ترتيب للأولويات، هناك ناحية أخلاقية، هناك مواثيق إعلام وهناك مواثيق للشرف وهناك مواثيق للأخلاق العامة للمجتمع. يوجد في القانون ما يسمى بالآداب العامة والأخلاقيات، يوجد ما يسمى بالأمن الوطني والأمن القومي، يوجد ما يسمى بحرمة الحياة الخاصة. إذن كل ذلك يتم اختراقه. هذه المبادئ وهذه القيم وهذه الأسس اللي كلنا متفقين عليها، يجب أن تكون هناك قيم هي السائدة. أكيد. يجب أن يكون في بعد أخلاقي سائد في الإعلان والإعلام الاثنين، لكن لا يفعل كل ذلك. كيف يفعل؟ هل محتاجين قوانين جديدة؟ نحن نحتاج إلى تفعيل القوانين الموجودة، نحتاج أيضا إلى تفعيل دور الهيئة المستقلة للإعلام لكي تقوم بمراقبة تطبيق هذه القوانين. لا يمكن أن تظل السياسة العامة للقنوات والمواقع والصحف هي التي ترأس المشهد، هي التي تدير الدفة. عندما تكون هناك اختلاف في الأجندات وهناك اختلاف في السياسات التحريرية والاستراتيجية العامة للإعلام، لابد أن يكون هناك مرجعية أساسية، مرجعية للدولة، مرجعية للأخلاق، مرجعية لكيف يكون الإعلام مطبقا بالفعل. في دول العالم كله، في الإذاعات العالمية وفي القنوات المحترمة يوجد تايتل بوك، يوجد رؤية تحريرية تختلف من قناة إلى أخرى وتختلف من مؤسسة إعلامية إلى أخرى، ولكن تبقى الاستراتيجية العامة لا تستطيع أن تخترق ما يمكن أن نعتبره السياسة العامة للدولة. ليس هذا يعني أن هنا نتبع دائما ما يسمى بالتوجهات السياسية للدولة، ولكن السياسة العامة للدولة تعني الأغراض والوظيفة والخطة الإعلامية العامة. هناك أهداف تنموية، هناك أهداف أخلاقية، هناك أهداف مجتمعية، ونحن شركاء كإعلاميين في التنمية الحالية والمستدامة. لا يمكن إطلاقا أن نعتبر أن الإعلام مجرد أداة للترويح أو للترفيه أو للتسلية أو لكسب المادة من كافة الطرق. هناك أهداف عامة، هناك خدمة للوطن، هناك ويمكن أن تفعل الإعلانات من خلال ذلك، ولكن أن تخترق كل قيم المجتمع لكي تسير في طريق آخر. نعم، نحترم الليبرالية الإعلامية، الحرية على كافة مستوياتها، هامش الحرية يرتفع مع الإعلام ويرتفع مع الإعلان. لابد من تدعيم الإعلانات لكي نصل إلى مستوى تقني عالي للإعلام. نحن لا نغفل دور الإعلان في هذه النقطة، خاصة وأنها يعتبر البديل الوحيد للدعم المباشر للدولة التي ربما تكون في هذه الحالة مخترقا
ما يمكن أن نسميه التوجهات الإعلامية. الحقيقة في خلط في المجتمع واضح ما بين الحرية والنقد البناء وبين الفوضى والخطأ في حق آخرين. تمام. لسه هذا المعنى مغلوط، مش واضح قدام المواطن ولا حتى القائمين على الأعمال في هذه المواقع الإلكترونية الحديثة، وبنشوف في كم من الشائعات المغلوطة والأخبار الكاذبة. كيف التصدي؟ والله في البداية عايزين نتكلم عن الموضوع ده بشيء من الدقة، يعني أكثر تفصيلا شوية. إن أنا عايز أحط 3 مبادئ بأتكلم عنهم. المبدأ الأول هي الحرية الملتزمة، المبدأ الثاني هو المهنية، المبدأ الثالث هو الموضوعية. الحرية المنضبطة اللي هي بتعني إن أنا أتكلم يعني خاصة في العصر اللي احنا موجودين فيه بعد قيام الشعب المصري بثورتين 25 يناير و30 يونيو، وبعد قيامهم بالثورتين دول، وبعد العصر اللي احنا بنعيشه، عصر السماوات المفتوحة زي ما بيقولوا، وكل شيء متاح للجميع. بس أنا النهاردة الحرية دي لابد اللي بيضبطها المعيار الأخلاقي العامة والحفاظ على الأمن القومي الداخلي والخارجي. ده شيء. بالنسبة للمهنية، إن أنا أكون ملتزم في مهنيتي، إن أنا كصحفي أو كإعلامي لابد إن أنا يكون عندي أول حاجة بفرق بين نوعين. النوع الأول هو لما بنقل الخبر بيكون يعني أنقل خبر أنا بكون مجرد ناقل ليه بأمانة تامة، ما بحرفش فيه. الحاجة الثانية إن أنا لو صاحب بقول مقال أو بكتب مقال أو بعمل أو عايز أقول رأي، بقوله بحريتي الشخصية، بس في خلال برضه ضوابط معينة. الموضوع ده يعني لابد إن هو في الإطار في الفترة اللي احنا فيها هو اللي يكون مسيطر على كافة وسائل الإعلام. لأن أنا لو حطيت المعيارين دول مش هاجد أي مشاكل. أحافظ على الأخلاق العامة، أحافظ على الأمن القومي، أحافظ على مصداقيتي قدام الناس. المصداقية قدام المتلقي النهارده انت عارفه حضرتك وسائل اعلام كتيره سواء داخليه او خارجيه، المفروض علشان الثقه في الجهاز الاعلامي ككل بمختلف انواعه لابد ان انا يكون عندي موضوعيه. نقلت خبر معين او في مؤتمر او فيه اي جلسه او في اي شيء، ان انا انقله بحرفيه اكثر، اللي هي الحرفيه ان انا انقل الخبر زي ما هو. ليا راي سياسي او ليا راي تاني، يعني البعض المواقع اللي هي بتنتشر دلوقتي بتبث حاجات بتدعو لطياراتها او بتدعو لحاجات سياسية مناهضة للواقع اللي احنا عايشينه أو مخالفة للواقع اللي احنا عايشينه. المفروض يعني انقل بمهنيه بصدق بواقع. عايز اقول رايي بقى اما اطلع اتكلم اما اكتب مقال، ده المفروض اذا لم يحدث ذلك ما التصرف؟ اذا لم يحدث ذلك لابد زي الدكتوره ما قالت ان انا افعل كل القوانين الموجوده. دكتور عصام، ما هذه القوانين الموجوده في هذا الاطار؟ هو انا بس يعني كنت عاوز اقول برضو ان هو الضمير المهني في اي مهنه هو طبعا ما نقدرش نمسكه ولا نلمسه. بالفعل احنا لما انشانا النقابه كان هدفنا هو تجميع الشباب ومساعدتهم بالنهوض بافكارهم ومواهبهم سواء الاعلاميه او الصحفيه. ومن خلال هذه النقابه بنقوم، انا قلت يمكن في البدايه قمنا بعمل دورات من خلال بروتوكولات مع بعض الجامعات، ومن خلال الاساس ده في الاعلام. فبالتالي احنا كلنا بنحاول ان يكون هناك تعاون كامل، وهناك تعاون مع نقابه الصحفيين، وهناك تعاون مع مجلس اعلى الصحافه، وهناك تعاون مع نقابات الاعلام بوسائلها المختلفه. لان في الاخر احنا اصول بنشتغل مصلحه واحده، الا وهي مصلحه الشباب ده، مصلحه مصر، وفي نفس الوقت مصلحه كمان انه يبقى في تقنين للمواقع دي، بحيث ان هو ما يبقاش فجاه كده حد ينشر اخبار كاذبه وما يبقاش في ردع ليه. من خلال اجراء تحقيقات في النقابه، والتحقيقات دي ممكن نوديها بلاغات للنائب العام. فبالتالي احنا بنحاول نساهم في العمليه ان تكون قانونيه بشكل ما. بنقابل في الحكومه ببعض المشاكل طبعا قابلناها. هي زي ايه بقى؟ ما سهلتش، يعني الموافقات صعبه قوي. يعني انت كل موافقه مش معقول هتروح للوزير وتعملي مقابله شخصيه عشان ايه؟ يتم الموافقه. طبعا واحنا في المرحله السابقه كم من الوزراء اتغير في جميع الوزارات وحكومات اختلفت، وكل ما يجي حد يقول لك حكومه انتقاليه وحكومه انتقاليه، ما ده مش صاحب قرار على فكره.
حتى اللي بيجي في الحكومه الانتقاليه دلوقتي بيخاف يدي قرار. اي اصدار اعلامي المفروض ان هو يطلع بيخرج عن طريق المؤسسه التنفيذيه للدوله، ويتم مراعاه فيه كافه الوسائل المهنيه. بكده نقدر ان احنا نتجنب كل الاشياء وكل السلبيات اللي هي بتحصل النهارده. دكتوره اسماء ليها تعليق اخير، اتفضلي. لابد ان يعلم كل اعلامي اننا في هذه المرحله الاعلام حقيقه هو ضمير الامه، وعندما يتعرض هذا الضمير للاختراق من أي جانب من الجوانب سوف يكون الضحية الحقيقية هو الجمهور. مشاهدينا، سعدنا جدا بضيوفنا اللي نورونا النهارده في الصالون. شكرا دكتوره اسماء الجيوشي استاذ الاعلام جامعه المنصوره، وشكرا دكتور عصام امين المنسق العام للنقابه العامه للاعلام الالكتروني، وشكرا للكاتب الصحفي الاستاذ علاء الحلواني. في الاخر اسمحوا لي اقول الكلمه مسؤوليه، والكلمه مثل طلقه الرصاص، بل اخطر من طلقه الرصاص. الرصاصه تصيب فرد واحد بالضرر، اما الكلمه المغلوطه الكاذبه من الممكن ان تضر بالملايين. الكلمة مسؤولية. إلى اللقاء والصالون الثقافي.